عثمان محمد علي ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قالها يوسف لإخوته الذين جاءوا من البدو للحضر. إذا مصر من قديم الزمن كانت هي الحضر وما سواها بدو. مصر ذكرت في القرآن الكريم. مصر بلد مقدس ذكرت بلفظها مصر 5 مرات في القرآن الكريم، وذكرت بصفاتها ورجالها وأماكنها وبحارها وجبالها أكثر من 20 مرة، بل يقول بعض الباحثين إنها تعدت 44 مرة. ذكرت مصر البلد المقدس. واليوم نحتفل بتحرير سيناء. لماذا نحتفل هذا الاحتفال العظيم بتحرير سيناء؟ سيناء أرض مقدسة. سيناء ومصر بلد مقدس لا يقل عن مكة المكرمة. في أرض مصر كان الأنبياء. في أرض مصر من قديم الزمان من عهد الفراعنة كان النبي المصري إدريس. نبي مصري سيدنا إدريس. سيناء أقسم بها الله في القرآن الكريم، قال والتين والزيتون وطور سينين. الطور سنين سيناء. إذن هذا القسم العظيم الذي أقسمه الله عز وجل في كتابه الكريم يعطي هذه الأرض القدسية، ويعطينا أيضا ضرورة الحفاظ عليها. لقد بذل المصريون كل ما يستطيعون لكي تعود طابة إلى أرض مصر، وهي آخر حدود سيناء. وبعودة طابة إلى مصر استطاعت مصر أن تسيطر على كل سيناء وألا يتعدى عليها أحد، وإذا تعدى عليها أحد فالموت له. سيناء مصرية وأرض مصرية وأرض مقدسة، ويجب أن نحافظ عليها وتحيا مصر. تمام التقدير والتكريم.